السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ سوف نتعرف اليوم على أهم المعلومات والحقائق حول حياة الفنان عادل إمام منذ بداية مسيرته الفنية حتى يومنا هذا. عادل إمام ولد في 17 من شهر مايو عام 1940 في حي السيدة زينب. اسمه الحقيقي عادل محمد إمام محمد، ولقبه المفضل الزعيم. على الرغم من عشقه للتمثيل إلا أنه لم يلتحق بمعهد التمثيل، بل التحق بكلية الزراعة التي تخرج منها العديد من الممثلين كصلاح السعدني وسمير غانم وجورج سيدهم. خلال دراسته انضم إلى فرقة التمثيل في الجامعة، ولفت انتباه عبد المنعم مدبولي الذي أعطاه دورا تمثيليا صغيرا في مسرحيات السكرتير الفني. تدرج في التمثيل المسرحي إلى أن أسند له دور دسوقي أفندي في مسرحية أنا وهو وهي التي كان بطلها النجم فؤاد المهندس، وقد رسخ هذا الدور في أذهان الجمهور، وخاصة عبر جملته الشهيرة بلد بتاعت شهادات صحيح. بعد تألقه شارك في العديد من الأدوار الثانوية في فترة الستينيات، ومن هذه الأدوار عفريت مراتي، لصوص لكن ظرفاء، 7 أيام في الجنة. بعد نجاحه في عالم السينما عبر أدواره الثانوية وإبهار العالم العربي من خلال شخصيته الكوميدية، أسند له أول دور بطولة في مسرحية، وكانت مسرحية مدرسة المشاغبين، إلى جانب بعض النجوم الصاعدين آنذاك كسعيد صالح ويونس شلبي وأحمد زكي، مع العلم أن دور عادل إمام كان مسندا قبل للمسرحي الموهوب محمد صبحي. حققت مسرحية مدرسة المشاغبين نجاحات خيالية، واستمر عرضها على مدى 6 سنوات في معظم عواصم الدول العربية. بعد ذلك فرض نفسه كأحد أبرز نجوم السينما المصرية في جيله، حيث خصص الكتاب روايات مكتوبة له شخصيا. ذكاء عادل إمام جعله دائما نجم شباك التذاكر السينمائي، حيث استطاع أن يغير أسلوب تمثيله مع تقدمه في العمر واختيار الأدوار والمواضيع المناسبة لعمره وشكله. في بداية نجوميته شارك في مسلسلين فقط، دموع في عيون وقحة وأحلام الفتى الطائر، وعلى الرغم من نجاحهما الساحق إلا أنه لم يكترث كثيرا للتلفزيون، لكنه عاد عام 2011 بعدة مسلسلات ناجحة: فرقة ناجي عطلة، العراف، محامي ورئيس قسم، صاحب السعادة، ومأمون وشركائه. تم تعيينه سفيرا للنوايا الحسنة في الأمم المتحدة عام 2000. طرحت معظم أفلامه ومسلسلاته موضوع الفساد السياسي، إذ كان حريصا على نشر مفهوم التعايش الإسلامي المسيحي في مصر والعالم العربي. أبرز تلك الأفلام: الإرهابي، حسن ومرقص، الإرهاب والكباب، الواد محروس بتاع الوزير، بوبوس، مورجان أحمد مورجان. وننهي هذا الفيديو بالمقولة المنسوبة إليه التي قال فيها: إذا وضعتم صورتي على الجنيه المصري أستطيع أن أسد عجز الدين المصري العام. إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.